ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهارده هنعمل الطحينة والحلاوة الطحينية بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي. الاول هنعمل الطحينة: كوبايتين سمسم مع نص كوباية زيت مع معلقة صغيرة ملح. هناخد السمسم في طاسة على النار وهنقلبه شوية تسخين بس مش هنحمصه. بعد ما نسخنه كويس قوي هنزله واحطه في طبق كده وافرده يبرد شوية بس بسيط قبل ما نطحنه. انا طحنته في المطحن بتاع الخلاط. حطيت بقى تلت الكمية بتلت الكمية كده وطحنتها لحد ما يبقى بالشكل ده. بعد ما خلصت الكمية كلها حطيتها في محضرة الطعام وضربتها شوية ونزلت عليها الزيت من فوق بالطريقة دي. اضربي بقى 5 6 دقايق وبعدين فتحت حطيت معلقة الملح بتاعتنا وقفلت تاني وكملت طحني فيه بالشكل ده. حطينا اهو الملح وكملي تاني دقيقتين كمان. كده خلاص الطحينة خلصت. الطحينة لونها غامق شوية لأن السمسم اللي أنا استعملته غامق. في نوع سمسم بيبقى أبيض قوي بيدي طحينة أفتح شوية، بس على فكرة لما عملتها زودتها مية وعملتها لونها بقى أفتح بكتير. أخدت بقى كوباية لبن بودر مع كوباية سكر بودر مع كوباية طحينة من اللي عملناها وبدأت أعمل الحلاوة. قلبت اللبن مع السكر كويس وبعدين تحطي عليه الطحينة تلت كوباية بتلت كوباية وتقلبي. قلبي كويس بالسباتولا كده وفي الاخر بقى اعجنيها بايدك لحد ما تلاقيها اتشكلت قوي في ايدك. خلاص كده كفاية. كده لسه هحط باقي الطحينة اللي عندي. خلصت بقى كده. في قالب بقى بطنت ورق زبدة وحطيت حبة عين جمل تحت وكسرت شوية عين جمل برضو قلبتهم على الطحينة على الطحنية سوري. زي ما تحبي بقى، ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تحطي شوكليت، ممكن تخليها سادة. وبعدين نزلي بقى في القالب تلت الكمية بتلت الكمية واضغطي عليه قوي. كل مرة حطي التلت واضغطي قوي بالسباتولا كده لحد ما تخلصيها كلها كده. هندخلها التلاجة وسيبيها بقى في التلاجة لتاني يوم. اضغطي بقى جامد قوي، خليها متماسكة كده في القالب. ده شكلها. دخلتها بقى تاني يوم طلعتها اهي. هنقلبها بقى ونعين ورق الزبدة. شكلها جميل اهو. وزينت الوش بحبة فستق كده ادى شكل جميل. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وباي باي.